سنة 1922 لما هوارد كارتر اكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون. على باب المقبرة كان مكتوب جملة غريبة جدا: الموت سيأتي على أجنحة سريعة لكل من يزعج سلام الملك. بس طبعا ما حدش يهتم بالكلام ده، العلماء كانوا مبسوطين لأنهم اكتشفوا المقبرة اللي ساعتها كانت بتضم أكتر من 10,000 قطعة أثرية. لكن اللي حصل بعد كده كان مرعب فعلا. ايه حكاية توت عنخ آمون وازاي بدأت اللعنة بتاعته؟ صديقي العزيز ركز معايا عشان هنبدأ الحكاية. المتحف المصري الكبير بيضم أكتر من 5000 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون، وموجود معاهم قناع ذهبي وزنه صديقي العزيز 11 كيلو من الذهب الصافي. استمر نقل القطع دي أكتر من 8 سنين كاملين. توت عنخ آمون حكم مصر وهو عنده 9 سنين بس، لكن توت عنخ آمون معاش كتير، يعني عمره كان قصير، ومات وعمره حوالي 18 سنة. بعد موته دفنوه بسرعة جدا في مقبرة صغيرة ما تلقش بملك، وده اللي خلى المقبرة تفضل مستخبية أكتر من 3000 سنة. في نوفمبر 1922 عالم آثار اسمه هوارد كارتر كان بيحفر في وادي الملوك، وبالصدفة لقى مقبرة توت عنخ آمون. فتحوا المقبرة برغم التحذيرات اللي كانت مكتوبة على المقبرة من بره، ولما دخلوا شافوا أعظم كنز في تاريخ البشرية، وبدأوا يفتحوا التوابيت واحد ورا التاني، 3 توابيت فوق بعض، وآخر واحد منهم كان من ذهب الخالص. ولما فتحوه لقوا فيه مومية الملك. وبعد فتح المقبرة حوالي 22 شخص من اللي شاركوا في فتح المقبرة ماتوا في ظروف غامضة. أشهرهم كان اللورد كارنافون، وده بقى اتلدغ من ناموسة صغيرة. القرصة دي اتسببت له في سم قاتل، ومات بعد سنة واحدة بس من فتح المقبرة. في علماء قالوا ان اللعنة دي مش روحية، ولكن هي بسبب فطريات وغازات سامة كانت موجودة داخل المقبرة مقفولة من سنين، ولما اتفتحت خرجت وأثرت على الناس اللي كانت قريبة. بس الغريب بقى ان هوارد كارتر ذات نفسه عاش بعد الحادثة 17 سنة ومات طبيعي جدا، وده خلى الناس تشك ان اللعنة بتصيب ناس معينة بس. في 1968 لما عملوا أشعة على مومية توت عنخ آمون اكتشفوا ان عنده كسر في الجمجمة، وكأنه ما ماتش موتة طبيعية. وبرغم كده كل واحد بيحاول يحقق ازاي مات بيحصل له حوادث غريبة. يعني من الآخر صديقي العزيز ما تحاولش تدور ورا الراجل ده عشان شكله وراه لعنة كبيرة جدا، وده خلى الناس تقول ان اللعنة مش بس على اللي فتحوا المقبرة، لكن على اللي بيحاول يعرف أسرار موته كمان.